هذه الحديقة العامة التي تقع وسط مدينة أربيل بإقليم كردستان شهدت ولأول مرة إحياء الذكرى السبعين لترحيل اليهود وإبعادهم عن العراق التي تعرف بعمليات الفرهود. مراسم استذكار هذه المأساة التي حضرها محافظ المدينة وشخصيات سياسية ورجال دين تضمنت إقامة معرض للصور الفوتوغرافية جسدت حياة اليهود العراقيين ومعاناتهم خلال رحلة التهجير وإيقاد الشموع لاستذكار الضحايا، إلى جانب كلمات لبعض الكتاب والمثقفين ممن شهدوا الفاجعة. أما رمزية اختيار المكان فيتحدث عنها شيرزاد مامساني ممثل شؤون الديانة اليهودية بحكومة كردستان. في خمسينات حتى سبعينات أكو محطة القطار من هون، من هذا المكان هجروا يهود من هذا المحطة القطار، مشان هيك نحن ذكرنا هذه المناسبة من هون من بارك شنادر. يأتي إحياء ذكرى هذه النكبة التي طالت أعرق المكونات الدينية في العراق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي للتعريف بالتعايش السلمي بين جميع القوميات والأديان في كردستان العراق رغم التحديات الأمنية. وما שיש לנו עכשיו זה להזכיר מה שקרה באזור הזה, על הגירוש של יהודים שהיו פה, איך שהם יצאו מאזור וחזרו לארץ ישראל, וזה חשוב לכל אחד לזכור את התרבות שלו, השורשים שלו, כן יהודי וגם הוא שהיה כורדי, וזה להזכיר איך שהאנשים פה, במיוחד הכורדים, מכבדו את היהודים, ולחזור על העניין, מה שקרה פה. בגדול. ואנחנו רואים פה היומים האלה שהיהודים יכולים להסתובב חופשי מבחינת את מה שהכורדים חושבים עליהם, וכן אנחנו מקווים שהכל יסתדר פה. אני מבחינת אישי הייתי בישראל בצבא ושרתתי עם הרבה כורדים ורואים את החלק של התרבות שהם לקחו מפה ואיך זה משהו פוזיטיבי ומשהו טוב. עוד פעם, בעזרת השם אינשאללה, שיהיה לכורדים פה מדינה עצמאיים ושהכל יסתדר פה במזרח התיכון. اختارنا هذا المكان لكي نعلن لجميع الأديان والأقوام، نقول احنا كلنا اخوة، عندنا الشعار تعايش السلمي بين كل الأديان والشعوب. يقول مشاركون في المناسبة أن هذا الاستذكار هو الخطوة الأولى على طريق تعويض اليهود العراقيين ومحاولة رد الاعتبار لهم بعد إبعادهم قسرا عن وطنهم ومصادرة أملاكهم، مرحبين بعودتهم إلى العراق. الاحتفالية التي جرت اليوم هي الخطوة الأولى، نتمنى أن تجري أن تطول الخطوات الأخرى أيضا بتعويض ممتلكاتهم، بالترحيب بهم للعودة إلى أماكنهم السابقة، على الأقل زيارة أماكن الأثرية التي تركوها. مهما طال البعد، مهما طال الإنسان عندما يهجر إلى وطن ما يحن إلى دياره القديمة، فنتمنى أن يكون هذه الصيحة الأولى تلي صيحات أخرى للترحيب بجميع هؤلاء. إحياء ذكرى نكبة اليهود العراقيين لأول مرة في كردستان العراق وبحضور رسمي وشعبي حمل وبحسب مراقبين الكثير من الدلالات التي قد تتعدى الاعتراف بهذه المأساة إلى مديات جديدة سيكشف عنها المستقبل القريب. خاص لموقع ونلتقي، أربيل، الذكرى السبعين لنكبة يهود العراق.